ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ واللي بيسأل السؤال رمضان محمد رمضان، وكمان وياه خالد عبد الغني من منية الحيط إطصى فيوم. ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ ولماذا ينهانا الله عن الحلف بالأمانة مع أنه قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها؟ أما معنى الرحمن على العرش استوى، هناك مذهب للسلف الأوليين يقولون نؤمن بما ورد في القرآن وننزه الله أن يكون له مثيل، ليس كمثله شيء. صحيح الله له عرش، صحيح الله استوى على العرش، لكن كيف استوى لا نعرف شيئا من ذلك ونفوض الأمر إلى الله. لكن الخلف المتأخرين أعملوا عقولهم حسب مصطلحات وما يوجد في اللغة العربية. قالوا إن معنى الرحمن على العرش استوى يعني استولى، فكلمة استوى بمعنى استولى على العرش، وكلمة استولى على العرش معناها أنه تملك الملك. كانوا يقولون في الزمن الماضي الملك جلس على العرش، عيد جلوس الملك على العرش. معنى جلوسه إيه؟ هو لا كان يقعد ولا كان يعمل أي حاجة، لكن معناه أنه تملك الأمر. كما يقال في اللغة العربية قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، يعني استولى على العراق. فالله سبحانه وتعالى على العرش استوى يعني تملك زمام السلطان، وهو القاهر فوق عباده، وليس له مثيل ولا شبيه، وليس له معاند ولا شريك له في هذه الأمور. هذا معنى الرحمن على العرش استوى. أما كلمة الأمانة والحلف بها، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا كنا نريد أن نحلف بالله أو نسكت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. أما أن يحلف الإنسان بالنبي، يحلف بأبيه، يحلف بالأمانة، يحلف بأي شيء، كل ذلك مكروه أو محرم منهي عنه في الشرع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف بالأمانة